متابعين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو لحظة تشييع جثمان الراحل فهد الحيان وصراخ وبكاء نجوم الفن، منهم فايز الملكي، مرزوق الغامدي، عوض عبد الله وغيرهم من نجوم الفن. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس أمر عشان تعرفوا التفاصيل. كل من فايز الملكي ومرزوق الغامدي وعوض عبد الله وغيرهم من نجوم الفن، وورى الراحل فهد الحيان السرى إلى مثواه الأخير. صور جنازة الراحل أظهرت الجموع الكبيرة التي كانت متواجدة في يوم وداع، وذلك يشير إلى المحبة التي يملكها الراحل في قلوب محبيه والجمهور الذي تابعه منذ إطلالته الأولى على الشاشة، واستطاع طيلة مشواره الفني أن يقدم البسمة لهم. ناصر شقيق الراحل تحدث لإي.تي بالعربي عن لحظات فهد الأخيرة قائلا: الحمد لله على قضاء الله وقدره، وأخوي فهد تفاجأنا بوفاته، وأول شيء علمنا أنه دخل بغيبوبة، وربما كانت شيء من الاطمئنان بداية لأولاده، وبعدها تأكدنا أنه توفى بسكتة قلبية ظهرا. تابع الحدث جلل واتصور فهد حبي له عطف، فما بالك بالناس ووسائل التواصل، وما شفته قدامي يعطوني اطمئنان بهذه المصيبة، مضيفا: فهد محبوب منذ صغره، والله يحب ويرحم ويثبته، جزاكم خير. عبد الرحمن الناصر قال في نعيه للراحل: الحقيقة اتفاجأنا بخبر صادم وخبر محزن في أسبوع واحد. قد تكبدنا خسارتين برحيل الفنان عبد الكريم عبد القادر والفنان فهد الحيان، وبالفعل فهد الحيان نموذج مختلف جدا وإنسان رائع وشهم وأصيل جدا، ومن النواحي الفنية هو شخص متطلع وأراد أن يساهم مع زملائه الفنانين في رقي العمل الدرامي السعودي، وحقق نجاح كبير على مستوى عربي وعالمي من خلال طاش مطاش. محمد الكنهل من جهته أيضا نعى الراحل قائلا: جميعنا في الوسط الفني فجعنا بخبر وفاة الأخ والصديق والزميل والنجم فهد الحيان، وكان الخبر مثل الصاعقة. المرحوم كان من خيرة الفنانين والزملاء والأصدقاء، وطوال حياتنا معه سواء في أعماله الفنية التي كانت غالبيتها من إنتاجه، أو حتى من خلال تعاملنا معه كصديق وإنسان، لم نرى منه إلا كل خير وطيبة وإنسانية وعلاقات جميلة مع الكل. فايز الملكي الذي تواجد في جنازة الراحل نعاه عبر إي.تي بالعربي قائلا: الله يغفر له ويسكنه جنات النعيم، فقدنا فنان وعمود فني له مكانته، وأكبر دليل الحضور هذا، ونسأل الله الجنة له. إبراهيم الحساوي صديق مقرب للراحل تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الراحل رحمة الله وغفر له. لقد عملت مع فهد في طاش مطاش وأعمال أخرى، وكان على المستوى الإنساني والفني يتمتع بروح الدعابة والأخلاق العالية، مضيفا: لم نسمع عنه أي مشاكل في الوسط الفني، وكان فنانا جميلا. لقد فقد الوسط الفني قامة كوميدية ألا وهو فهد الحيان. عبد العزيز المبدل رفيق دربه في الدراما قال: فقدنا بالأمس أحد نجوم الوطن بالدراما السعودية وبين نجوم الخليج، مرحوم بإذن الله، مضيفا: نجم بالدراما، عمل بالمسرح والتلفاز، نال عدد من الجوائز
والتكريمات كان جميلا ومميز ومتميزا بشخصياته، ممثل منضبط وأحب الصغير والشباب والكبار. للي ما يعرفش فهد، من هو فهد الحيان؟ ولد فهد الحيان في السعودية في مارس 1971، وبدأ مشواره الفني بعدد من الأدوار الثانوية، وجاءته الفرصة في مسلسل طاش مطاش الذي كان بداية انطلاقته الحقيقية. وخاض فهد الحيان تجربة الإنتاج بتأسيسه لشركة إنتاج، وقام بإنتاج مسلسل بعنوان غشمشم الذي قام ببطولته على مدار 6 أجزاء، لكنه أعلن عن خبر اعتزاله التمثيل عام 2014 وتراجع عن قراره ليشارك بعدها في عدد من الأعمال الكوميدية. الله يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله يا رب العالمين. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه. أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ولا مع السلامة.